فكرة هذا الفيديو مأخوذة من هذا التعليق الذي يقول: لعبة جراني حرام لأنها تحتوي على السحر الأسود. عندما دققت في الموضوع لاحظت ذلك بالفعل، يوجد هناك سحر أسود في هذه اللعبة. نعم. تبدأ كل القصة عندما نعثر على هذا الكتاب المكتوب عليه كتاب فقط. لم يحددوا ما نوع هذا الكتاب. جميع أو على الأقل 80% من لاعبي جراني ظنوه مذكرات الجدة، ولكن شكله الغريب ليس شكل كتاب عادي. هذا الكتاب هو كتاب سحر أسود. حتى شكله يعني ما يطمن، يعني أعوذ بالله، حتى شكله. إذن كما أن هذا الكتاب يحتوي على قدرة لا يمكن لكتاب هذه أن يحتوي هذه القدرة، وهي قدرة تحريك الجثث. مثلا عندنا جثة أنجلينا ميتة، لا تتحرك أبدا وليس فيها مظهر من مظاهر الحياة إطلاقا، يعني واضح أنها ميتة. لكن عندما تضع الكتاب تبدأ تزحف وتتحرك وحدها تماما دون أن يحركها أي شخص، يعني أو أي شيء من هذا الكلام. يعني تتحرك وحدها، يعني ما في حد يحركها. يعني هل يفعل هذا كتاب عادي؟ لا أظن. إذن هذا الكتاب ليس مذكرات الجدة جراني، بل هذا الكتاب هو كتاب سحر أسود. أي أن نستنتج من هذا الأمر أن الجدة جراني عذبت أنجلينا بالسحر ثم قتلتها وعلقتها هناك كي تدفع ثمن تسبيبها لسلندرمان وسلندرينا وقتلهما. ولكن لا أعتقد أن قيام جراني بهذا عادل، لأن يعني أنجلينا تعاني من مشاكل نفسية بسبب أنها لا في لعبة أنجلينا الملجأ تجد صورة لأنجلينا هناك، أي أن أنجلينا لم تكن تعيش وضعا صحيا جيدا بالنسبة لحالتها النفسية، أي أن هذا مجرد ظلم. يعني صديقنا الذي كتب هذا التعليق هو ما جعلني أدرك هذا الأمر الذي سيغير نظرتي للعبة جراني للأبد. نعم، للأبد. هذا الأمر الذي اكتشفناه سيغير وجهة نظرنا لهذه اللعبة التي لعبناها منذ سنوات عديدة جدا. لا أزال يعني سألعبها، يعني لأنني تعودت عليها، ولكن لن أحبها كما أحببتها من قبل، لأنها تغيرت وجهة نظري اتجاهها. على فكرة يا شباب، أخذ مني التسجيل والكتابة والتصوير وهذا المونتاج الكثير من الوقت. لذلك لو تستطيعون تضغطوا لايك واشتراك في القناة لنحقق الحلم، ألا وهو 100,000 مشترك. وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم، ومع السلامة. وأمر آخر، توقعوا في الفترة القادمة أن أنشر قصة جراني كاملة. إن أردتم مني أن أفعل ذلك ضعوا لي في التعليقات، اكتبوا لي ذلك في التعليقات وسأكتب لكم القصة كاملة وأنشر لكم الفيديو عن قريب إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، ومع السلامة. ما لحظة يا شباب، أعتقد أن هناك من يتصل بي. أوقف الموسيقى قليلا. ألو. يا قليل الأدب، كيف تجرؤ على اتهامي بالسحر واخطر نوع منه كذلك؟ آسف آخر مرة، آسف. فقط اسكت يا كلب، وإن تم اشتركوا وإلا. أوكي، باي. شكرا على الزيارة، باي. يمشي لعنك الله يا جراني. على فكرة أنا لم أغلق الخط بعد يا التافه. ما خلاص.